صباح الفل عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم وعلينا جميعا بإذن الله. الواحد بإذن الله خد قرار ان انا ان شاء الله كل يوم من هنا لغاية النهائي والتتويج بإذن الله هنطلع نتكلم معاكم كده كلمتين عن الماتش وعن الأحداث يوميا اللي بيحصل واللي احنا بنسمع عنها، يعني اللي تخص نادينا نادي الزمالك بإذن الله. هيبقى دردشة بسيطة كده على الماشي، يعني الواحد بس يفك فيها التوتر والقلق، لأن التوتر والقلق جايين بدري قوي قبل الماتش. فالواحد هيطلع يقول ايه الكلمتين اللي عنده كده لغاية من هنا لغاية يوم النهائي بإذن الله ومن هنا لغاية التتويج بأمر الله. أولا نتكلم عن السكواد أو عن الفريق. في أخبار كويسة إن الحمد لله مصطفى شلبي جاهز بنسبة 100% بناء على الستوري اللي هو نزلها. إن شاء الله خلاص هو جاهز، والرؤية يعني مسألة ضمه للقايمة من عدمها هتبقى في إيد جوميز بإذن الله. طبعا هو شلبي خيار في ظل القايمة المحدودة وفي ظل عدم وجود ناصر ماهر، هو رقم واحد في المكان ده. يعني هي دي النقطة اللي عايزين نتكلم فيها، ان هو مصطفى شلبي رقم واحد في ظل القايمة اللي عندنا في المكان ده، بس على مستواه في ماتش دريمز. يعني احنا عايزين منه مثلا مستوى في ماتش دريمز، مستوى في ماتش ارتا سولار بالوضعية دي، ويبقى عارف ان هو هيبقى عليه مجهود دفاعي رهيب مع فتوح عشان ما يتكررش اللي حصل مع فتوح في الماتش نهضة بركان، ماتش اللي كان في المغرب. لازم هيبقى عليه دور دفاعي جامد، وهو عامة يعني هيبقى خيار هايل في حالة جاهزيته. في نقطة تانية، يوسف أوباما. يوسف أوباما سواء اختلفنا واتفقنا على مردوده الهجومي، لكن دفاعيا هو بصراحة يعني بيوفر لك حاجات كتير جدا لما بيكون في حالته. في جاهزية شلبي، في حالة عدم جاهزية مصطفى شلبي، اعتقد ان احنا لازم نروح ليوسف اوباما، لازم يبقى موجود في الملعب. او حتى برضو في حالة جاهزية شلبي، انا عارف ان اوباما مش مركزه مركز شلبي، مركزه بيبقى زي حمدي في العمق يعني. عفوا. فشايف ان هو لازم مستر جوميز او لازم حد من الجهاز يعني يعرفه ان اوباما بيلعب الحتة دي كويس. هو كمان اعتمد عليه كتير، يعني كتير، فممكن يبقى خيار معاك على الدكة او يعني نبتدي بيه. يعني هو برضو عنده خبرات، ويعني ان شاء الله يقدم حاجة كده من ريحة كونفدرالية 2019. مستواه في الموسم ده عامة يرجع تاني في ماتش زي ده مهم، يعني ان اللعيبة كلها انا عارف ان هم عايزين يقدموا احسن ما عندهم. نقطة اخيرة في جزئية السكواد، يعني اتمنى ان احنا نكون مجهزين اللعيبة كويس، مش جامد قوي ومش نكون مريحين، لان انا سامع ان في زي شبه اجواء احتفالية وان احنا خلاص خدنا البطولة. فالموضوع احنا لسه ما خدناش البطولة، والنتيجة دي انا واحد عشت معاها يعني ذكريات مش كويسة كتير. ماتش شوتينج ستارز في 96 احنا كسبانين وخلاص، لبسنا جون في الدقيقة حاجة و80 او في الدقيقة 90، والماتش اتقلب ضربات جزاء وكنا خلاص هنخسر اللقب. كان لقب الشامبيونز وكنا هنخسره عادي، كان الدوري ابطال افريقيا كمان، والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا. فالنتيجة مش مريحة، وبالذات ان فريق نهضة بركان معاه مدرب متمرس في النتائج ذهاب وعودة وعارف الاجواء دي، وهينزل يلعب ماتش رخم جدا. وانت ما شاء الله يعني ذكريات للأسف مؤلمة جدا عندنا في موضوع ان احنا نفضل 90 دقيقة مش عارفين نجيب جول. ان شاء الله ما تتكررش يعني، وان شاء الله نقدر نحط جول. هم دفاعهم صدق يعني سهل جدا ان شاء الله ان احنا نحط فيه واحد واثنين، بس اهم حاجة تجهيز اللعيبة، ان احنا ما نشحنهمش زياده او يبقى الموضوع في الوسط، لان اوريدي في جماهير في الملعب ان شاء الله هتقوم بدور
رهيب. فما نشحنهمش بقى، نفضل نشحن لدرجه ان احنا مع الجماهير يجوا اللعيبه تبقى الموضوع بالنسبه لهم اوفر، او اللعيبه نازله واخده شحنه زياده في اول دقيقتين، حد يطرد، يدخل الالتحام جامد، حاجه زي كده، في وجود فار يعمل ضربه جزاء، يعمل اي غلطه، او يبقى مشحون زياده مش قادر يلعب، حاجات كتير. فالحاجات دي اتمنى ان جوميز يكون حاططها في دماغه مع احمد مجدي اللي هو وعبد الواحد السيد، الناس اللي هي مصريين في الفريق يعني. فان شاء الله كلنا ثقه فيهم يعني ان هم يأهلوا لعيبه نفسيا للماتش ده، ايا كان اللي هيلعب، وايا كان الناس اللي جاهزه. شيكابالا رجع، شلبي رجع، احنا مش شايفين اي حاجه غير 90 دقيقه ناخد فيهم البطوله. هاجمت عواد جامد في الفيديو اللي كان بعد الماتش، بس برضو بدعمه جامد النهارده، لان هو مفيش حل قدامي غير ان انا ادعمه هنا لاخر الموسم، لان هو الحل الوحيد. وطول ما هو بيقدم مستوى كويس انا هدعمه، لكن لما يقدم حاجه يعني فعلا مش مستوى حراس مرمى حتى، اكيد الواحد هيتكلم. لكن الحمد لله احنا في ظهره، والحمد لله النتيجه برضو ربنا بيحبه، ان الماتش مخلص 2-0 وقدرنا نرجع بجول. بس برضو احنا مش كسبانين، عشان نبقى عارفين، لازم نبقى عارفين احنا مش كسبانين. ان شاء الله الجمهور هيكون عامل حسم كبير جدا في الماتش ده، وباذن الله الواحد متفائل ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه. وان شاء الله يعني احنا خلاص تقريبا فريق نهضة بركان الشوط الثاني اتكشف لينا جامد، لما احنا يا دوبك بس لعبنا لعبنا البسيط، مفيش حاجه تتقال. فريق فنيا بيعتمد على جمل محدوده جدا، وهي الضربات الركنيه والضربات الثابته جدا. فنحاول ان احنا ما نديلهمش الحاجه اللي هم بيتميزوا بيها. وفي في الكور المتحركه بيعتمد ان هو يرمي الكره ناحيه فتوح او ناحيه ال- المفتاح بتاعه اللي هو الفحلي. فخلاص القصه تعتبر مقريه ومفتوحه. وباذن الله الفريق ده يعني مفيش حد فيه تقريبا لعب على استاد القاهره قبل كده. يعني النهائي بتاع 2019 كان على استاد برج العرب، استاد القاهره حاجه تانية، ومع الساعه الكامله باذن الله هيبقى الوضع مختلف. مساء الخير، وان شاء الله البطوله تبقى من نصيبنا، وكل الناس بتقول يا رب. حاجه اخيره والله انا ما كنتش حابب اتكلم فيها خالص، بس النهارده بالصدفه يعني بفتح كده الفيسبوك، لقيت فيديو لابراهيم سعيد مع لعيب كان بيلعب عندنا في الزمالك، رضا العزب. هو انا مش فاكر له يعني حاجه لعبها، يعني هو في سنه 2014 2015 في كام لعيب كده ما لعبوش كتير مع الزمالك، منهم صالح موسى ومحمد شعبان ورضا العزب. بس تقريبا اقلهم في الاشتراك في اللعب خالص كان رضا العزب، يعني ما لعبش خالص. المهم يعني هو بيتكلم، يعني حتى لو حد بيتفرج على الفيديو، يعني والله انا هتكلم والله مش قصدي حاجه ان هو بيهاجم شيكابالا ولا بيهاجم او ماشي على دماغ ابراهيم مش هي دي النقطه. يعني لو عايز تهاجم شيكابالا عندك مليون حاجه تقدر تهاجمه فيها. يعني على فكره شيكابالا يعني ممكن تتكلم فيه فنيا ان هو انت النهارده كنت وحش، النهارده عادي، لكن مش هاجي اقول له انت كبرت وبطلت وانت مش اسطوره وانت انت مالك ومال خاصه ان هو ما بيتكلم. يعني اصلا انا بتكلم على واحد ما طلعش اصلا اتكلم، والناس اللي بتتكلم عنه دول جماهير. فانت بتكلم الجماهير او انت بتنتقد الجماهير اللي هي جماهير الزمالك اللي هي بتتكلم على اسطورتها هي. يعني انا ده اسطورتي، يعني انا بقول على ده اسطوره بتاعتي. انا شايفه يا عم احسن لعيب في العالم، انا شايفه احسن من فينيسيوس. انت مالك؟ يعني دي مش قصتك، والناس كلها اتكلمت في النقطه دي. ومش كل حلقه يعني بجد، حتى لو يا عم انا متضايق ان شيكابالا اسطوره، انا متضايق ان شيكابالا خلاص هطلع في حلقه، انا راجل بطلع في التلفزيون بقدم برنامج. يا عم ده انا لو بعمل فيديو، ده الفيديو اللي على اليوتيوب اللي هم ما 200 300 واحد بيشوفوه، لو جابوا يعني العدد ده مش هطلع كل حلقه. لو انا مثلا متضايق من حاجه في الاهلي مش هطلع كل حلقه اتكلم فيها، هتكسف. يعني يعني هقول ازاي انا كل حلقه بقى مثلا هطلع اقول
فلان ده وحش، ده فلان ده اكيد هيبقى في حاجه شخصيه بيني وبينه، خاصه ان الحد ده ما بيردش عليا ومش شايفني. كابتن ابراهيم سعيد كلاعب كوره، احنا اتكلمنا يعني، انا والله كنت ناوي ما اتكلمش خالص على الناس دي بالذات، لان هو فعلا انا يعني انا مش حاجه، بس كنت واخد قرارات كده ان انا ما ينفعش ان انا اتكلم على الناس دي، لان يعني واضح ان هو عايز يجيب مشاهدات او يجيب ترند باي طريقه، لكن الموضوع بقى زياده قوي مقرف يعني. يعني كابتن رضا العزب قاعد بيتكلم، تحس ان هي قعدت اتنين يعني، حتى والله لو اتنين على القهوه هيتكلموا بمصطلحات احسن من كده او بطريقه احسن من كده. يعني مش هيبقى فيه تعمد التقليل من شخص بالطريقه دي. يعني لو اتنين بيتكلموا على القهوه مش هيبقى فيه التعمد بالطريقه دي ان انا اقلل من حد. يعني كابتن رضا، انت كان في كلام بيتقال عليك جوه النادي وحاجات غريبه بتحصل جوه النادي لما كنت موجود. يعني لما تيجي تطلع تتكلم ولعبت ماتش، ما والله ما اعرف لعبت كام دقيقه معانا ولا لعبت ليه اصلا. وطريقه كلامك واضح انك ما فيش اي فكر يعني. مش قصدي حاجه والله، بس فعلا ما فيش. حد ملقن لك الكلام وبتقوله، او هو يعني يعني يا ريت يبقى حد ملقن لك كلام، لان ما ينفعش ان ده يكون كلام بني ادمين يعني. وطريقه الكلام بقى ولسان التقيل وانت بتتكلم عفوا. قاعده يعني تحس انها مش قاعده برامج خالص يعني. والنوعيه دي من البرامج ايام لما كانت بتطلع في قناه الزمالك، ايام مرتضى لما كان بيطلع يتكلم عن الناس احنا كزملكاويه ما كنا ما بنطقش الكلام ده. لما كان بيتكلم على محمود الخطيب، ولا بيتكلم على لعيب في الاهلي، ولا بيتكلم على اي لعيب ويقعد يغلط فيه او يهينه او يقلل منه. بس هو كان يعني لسانه طويل شويه. انت بقى هنا بتقلل من زميل ملاعب، انت يعني ده واحد يعني لعب كوره معاك لعب ضدك، لعب معاك. الجمهور شايفه اسطوره، مش هو اللي قال على نفسه انا اسطوره يا عم، ولا انا احسن لعيب في العالم. هو الراجل اصلا ما بيتكلمش ولا بيعتمد حد فيكو يعني، ولا بيطلع يرد على حد فيكو. يعني ما بياخدش مثلا زي امام عاشور لما رضا عبد العال برضو اتكلم عنه بطريقه مش كويسه، راح طلع رد عليه وقال لك انا مش هرد رغم مبادئ الاهلي، بس انت رديت اصلا. هو واحد ما بيتكلمش ولا حتى بينزل تويتر مثلا، ولا بينزل تويتر يضحك، ولا بينزل ستوري يتريق، ولا بيرد. انت مصمم كل حلقه عشان الريتش وعشان الفيوز وعشان القناه تقعدك. انا ما اعرفش انت شاري هوا ولا القناه جايباك، انا ما اعرفش. وفي نفس الوقت مجلس الزمالك مش يعني ما عندوش الشخصيه او ما الحمد لله يعني، هو في النوعيه دي في المجلس، هو شخص واحد اللي هو يطلع يرد ويتكلم باسلوبك. بس الحمد لله ان هو ما بيرد، لان فعلا انت ما تستاهلش ان حد يرد عليك. والشخص ده حتى هو لما بيرد على ناس تانية او بتاع، واحنا ما بنحبش طريقته في الرد. لكن انت عايز ايه يعني من الوضع ده؟ عايز هي مشاهدات وكده؟ ده انت حتى خلصت شيكابالا دخلت على زيزو. هي الحلقه انا يعني كل ما بفتح الفيديو لا اما بتتكلم عن شيكابالا او بتتكلم عن زيزو. قصتك انت بقى او وضعك انت كلاعب كوره خلاص. وكمان بقى نتكلم مثلا ان انت بتتكلم على لعيب كوره زي عمر مرموش مثلا، النهارده برضو شفتها. انت صباعك مكسور وهتسيب. انا لما كنت لعيب كل حاجه تقول انا لما كنت لعيب، انا لما كنت لعيب. يا عم والله انت ما يعني تقريبا انت ما قعدتش 10 سنين في الملاعب. و2008 اللي انت بتقول عليها رحت المنتخب، انت 2008 كنت احتياطي ونزلت ماتش او ماتشين تغيير. و2006 لولا عماد النحاس ما كنتش هتلعب، لولا عماد النحاس اتصاب انت ما كنتش هتشمها. وانت اللعيب الوحيد اللي كنت من الزمالك ساعتها، والزمالك هو اللي سبب وداك المنتخب. و2008 رحت كمالة عدد. ايام الجوهري بس اللي انت كنت فعلا ليك دور، وكنت لسه اصلا يعني بعقلك ايام ما كنت في الاهلي وبتاع، وكنت لسه ناشئ وهي دي الفتره اللي انت تتكلم فيها عن نفسك فعلا. وخدت افريقيا مع الاهلي ولعبت دوري كويس، بس حتى ما خدتش الدوري مع الاهلي يعني. انت تقريبا ما خدتش ساعتها الدوري مع الاهلي، او اول سنه بس الوحيده اللي انت خدتها في مع الاهلي. لو انت ساعتها تتحسب لك كنت متصعد ولا لا، اللي هي 98 اللي هي 99 2000، لو انت كنت متصعد. لكن من بعد كده ما خدتش، كنت مقضيها هروب يعني. انا مش عارف تاريخك، بس بجد يعني الناس اللي متعاقده معانا، مش بكلم هو يعني ان هو يرتجع او حاجه، لان هو اوريدي خلاص ما فيش فايده يعني، القصه معاه منتهيه. ان هو واضح ان هي دي السبوبه اللي عايش منها. القناه بقى مشغلاها عشان خاطر كده،
ولا يعني في فعلا مجلس اعلام ولا مفيش مجلس اعلام، ولا في ايه طريقه الهجوم المباشر والناس اللي تيجي عشان تهاجم على شخص معين، خاصه ان انت في لعيب او في ضيف كان بيطلع عندك رفض ان هو يكمل معاك، واحد زي صلاح سليمان، رغم ان هو ما بيشتغلش ومحتاج شغله اكيد ومحتاج فلوس، هو مش محسوب على نادي معين او حاجه، يعني هو كان لعب في الزمالك من سنتين ثلاثه وبعد كده راح كمل في انبي، بس الراجل رفض يكمل وقال انا بيتقال لي ان انا اعمل واحد اتنين تلاته. يعني يا كابتن ابراهيم يعني خلاص والله عرفنا ان انت لا كنت لعيب دولي، مش كل حاجه تقيسها على نفسك. والناس كانت بتتريق على ميدو لما بيقول لك انا وزلاتان وانا وزلطان وانا وما اعرفش مين. طب يا جدعان ده ابراهيم ده ميدو لعب مع الناس دي فعلا، اتفقنا واختلفنا معاه، لكن ده واحد هو عرفنا بكام ماتش دولي ان هي نص البلد لعبت مع منتخب مصر، يعني هي نص البلد لعبت دولي. يعني مش قصه 2006 دي كانت في ارضنا يا كابتن ابراهيم، وانت عامل ضربه جزاء على في ماتش السنغال قبل النهائي، فضيحه لولا الحكم، ما اعرفش لو كان في فار كنا زماننا ما خدناهاش، والنتيجه كانت 1-1. الفيديو موجود على اليوتيوب تقدروا تخشوا تشوفوه، وفي النهائي هربت عشان ما تلعبش ضربه جزاء وانت اللي بتعترف. فايه بقى نوع الفخر يعني اللي انت بتتكلم بيه وتقول وانا ولما وزيزو يبقى يجيب عدد بطولاتي وياخد ابطال افريقيا يبقى يتقارن بيا ولا مش يتقارن بيا؟ هو محدش قارنه بيك، انت اصلا اللي بتقارن الناس بنفسك انت اصلا. ولما تقول صلاح حطتني في دماغه، ده انت عايش في الوهم بجد، ربنا يشفيك. والكلام والله برضه مش ليه، الكلام للناس اللي مشغلاه، مش كده يعني. يعني قنوات اون سبورت والناس اللي فيها مش مقصرين معاك والله، بس على الاقل بيبقى متدارك، يعني بتبقى بشكل بروفيشنال شويه عن كده، مش شغل الفلاحين ده وشغل الناس تحس ان انت قاعد برشام والله، سوري في الكلمه يعني. مثلا دي اخر مره هتكلم فيها في الجزئيه دي يعني، وانا اسف جدا ان انا اتكلمت على الناس دي، بس بجد الموضوع بقى مستفز، فكان في كلمتين كده في زوري حبيت اقولهم. نرجع لموضوعنا النهائي، وباذن الله يعني من هنا اليوم الاحد زي ما قلت هيبقى في فيديو كده ربع ساعه 10 دقائق ندردش فيه مع بعض ونقول الاخبار اللي حصلت. وعامة التعليقات مفتوحة، لو في حد عايز يقول أي تعليق أو أي كومنت أو أي حاجة أضيفها أو أعدل فيها من نفسي في الفيديوهات أو حاجة، أنا متقبل، لأن أنا لسه طبعا في المجال ده جديد، وسعيد بأي حد بيتفرج عليا، وبتمنى دعمكم، ويا ريت يعني لو الفيديو عجبكم يبقى لايك وتشتركوا في القناة، ودعواتكم لينا للزمالك في النهائي بإذن الله، نبقى يوم الأحد نحتفل باللقب كده. تصبحوا على خير بقى، او يومكم جميل حسب ما وقت هتشوفوا فيه الفيديو. السلام عليكم.